نادي الزمالك والكبير الآخر الدراويش. نعم المباراة التي انتهت للصالح الإسماعيلي. الآن كرة ولا أروع، كرة ولا أحلى للهدف، كرة من 22. الله الله على الكرة الماضية، أفضل كرة وأروع كرة. حاتم سمير لاعب بالشان السابق يضيع كرة غريبة على مرمى بيلا. نعم وابن بيلا يضيع هدف انفراد تام مع الحارس محمد المرسي. كرة ولا أجمل ولا أروع الآن للحمول. نعم يبدو لي بأول الدقائق الحمول تهاجم وتباغت بيلا أصحاب الديار. لعب الآن لبيلا مع كرة قادمة للتهديف، مع كرة ساحرة للتهديف. الله على أجمل كرة وأروع كرة، ولكن الحارس الرقم 18 أحمد عبد البصير ابن وناشئ الزمالك الأسبق يلعب كرة مرة ثانية العرضية. يا ولد على اللمسة بالصدر ولا أجمل. أوه على الكرة ولا أجمل. الله على أجمل كرة وأروع كرة. تنفيذ كرة قادمة للحمول من الخط الخلفي للأمام. يلعب كرة هوائية، يلعب سريعا ولكن يقرب. هنا خطيرة الكرة يا ولد. الله الله على أجمل كرة، أجمل هدف. تعالي لي وهتالي أجمل كرة وأجمل كرة. عصافير الكناريا تنغم وأقدامك أنت تسجل. نعم أتحدث عن حاتم سمير. كرة ولا أجمل ولا أروع، كرة ولا أجمل بلمسة فنية ولا أجمل. الحامول يتقر عن مهارة يا ولد يا فنان على طريقة الكبار. يلعب كرة ولا أجمل والباصة واللمسة يا فنان يا ولد. هنا كرة والعرضية. أوه بلعب عرضية. نعم مع وجود رجال الامن على الخطوط. نعم تعزيز امني ولا احلى ولا اروع من اللواء عادل النطاط مدير امن كفر الشيخ والعقيد شعبان مبروك من فرقة الحامول والعقيد هشام صادق مامور بندر بيلا والرائد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث مركز بيلا والرائد احمد سمير رئيس بندر بيلا. نعم ومساعد اللواء عادل عامر. نعم سلامات مع وجود رجال الامن والتواجد الامني خارج الخطوط. نعم يستحق التقدير لرجال الامن وعودة الشرطة مرة ثانية ومن اوسع. عن لمسة للصعود، عن لمسة على الامل. الله على كرة فاتت وتهت. الله الله تقدير لكل جندي داخل ارضية الملعب. هنا تلعب الكرة من لاعب بيلا مع الامل الاخير والفرصة الاخيرة. يا ولد يا عمدة هنا بكرة وركلة جزاء. هنا بكرة ولكن جهاد جريشة يحتسب ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء. العودة لتنفيذ رباعي من بيلا. وهنا كرة وتعالي الأصوات وكرة يا الله. الله على أخطر كرة. خلاص يا بيلا خلاص. هنا كرة محاولة ثانية. نعم هل بينما فريق الحمول ككل داخل منطقة الجزاء مع آخر كرة ولعبة. هنا جهاد جريشة مع آخر لمسة هنا من رقم 12 آخر البصمة ولمسة لك أنت أحمد عاطف. يلعب الكرة. الله خلاص نهاية خلاص خلصها. تحياتي يوسف عطوة ومبروك للحامول. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. عندنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والف مبروك للعيبه كلها الحمد لله. توفيق الله يبارك فيك. انت البطل الحقيقي. مين الرجاله؟ يلا على ابراهيم الشهيد. تواجد احنا نظرا لاهميه المباراه لان طبعا بيلا والحمول فرق النقاط معناه النهارده اللي يكسب بيبقى له فرصه كبيره في الصعود. فعشان كده احنا بعتنا مراقب للمباراه وحاضر انا كرئيس لجنه المسابقات وحاضر رئيس لجنه الحكام. النجاح بتاع اللجنه بياتي من احنا على حياد تام بين كل الفرق وعشان كده كل فرقه بتاخد حقها وكل المباريات بتراقب وكل الانديه اللي موجوده معانا سواء من البحيره او من كفر الشيخ خدت حقها تاني تالت يعني بقى حقها الكامل في على اكمل وجه في كل المباريات. وبدليل النهارده ان احنا فاضلنا 3 اسابيع وان شاء الله تنتهي المسابقه على خير. وبقول لحضرتك ان احنا عدلنا في الجدول عشان ننهي الجدول قبل انتخابات. ابراهيم الشهيبي المدير الفني لنادي الحمول مبروك النهارده اقتراب من الصعود. تقول ايه عن مباراه النهارده؟ الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله ماتش صعب
صعب كان طبعا مؤثر في مسيرتنا وفرقه بيلا فرقه محترمه جدا وماشيه معانا من اول الدوري. وعلى فكره لسه الصعود ما اتحسمش، هم لسه لهم 3 ماتشات وانا لسه ليا ماتشين، فان شاء الله لو في نصيب ان شاء الله نحتفل احنا بالصعود الرسمي بقى في ملعبنا الماتش الجاي مع سيدي سالم لو في نصيب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طموح الحمول الفتره اللي جايه؟ والله ربنا ييسر الامور من ربنا يكرمنا بس ويبقى الصعود رسمي، نبدا نفكر في المرحله اللي بعد كده، احنا لسه ما صعدناش. بشكرك كده حاتم. لاعب الحمول النهارده بتحرز في بلدك هدف للصعود، تقول عن مباراه النهارده؟ والله كانت مباراه هامه جدا للفرقتين، والفرقتين بجد تعبوا يعني، والاثنين يستحقوا الصعود، بس ربنا ما بيديهاش تعب حد يعني في الاول وفي الاخر، واللي ربنا كرمه النهارده هو اللي هيصعد باذن الله. بشكرك يا كابتن. شكرا يا كابتن. كابتن احمد حجازي مدرب عام نادي الحمول، مبروك واداء مشرف النهارده واقتراب من الصعود، تقول عن مباراه النهارده؟ والله الحمد لله رب العالمين. اولا بشكر اللعيبه كلهم على المجهود اللي هم عملوه في المباراه بتاع النهارده والمكسب، والحمد لله ده اولا فضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم تعب اللعيبه دي كلها من اول الموسم. الموسم كان طويل بالنسبه لنا وشاق في ظل المنافسين الفرق الكويسه اللي كانت موجوده. فرقه بيلا انتم شايفينها النهارده فرقه كويسه على ارضها، والحمد لله ربنا بيكرمنا بالصعود هنا، وفي دسوق ديلينجات، في فرق كتير في المجموعه كويسه الحمد لله رب العالمين. فبشكر اللعيبه كلها وبهدلهم كلهم الفوز ده والصعود باذن الله. اتكلم عن طموح الحمول الفتره اللي جايه بقى. والله الفتره اللي جايه ربنا ييسر ان شاء الله ويتاكد الصعود باذن الله ان شاء الله. الماتش اللي جاي هيبقى في حاجه تانية باذن الله، فرقه الحمول هتبقى حاجه تانية ان شاء الله، لان في غيابات عندنا كتير. يكفي ان انا اقول لك ان السكور عندنا الفرقه. كابتن محمود خضر، مبروك ال3 نقاط غاليه جدا للحمول، تقولي على المباراه ومبروك للقاء النهارده. الله يبارك فيك. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر الناس اللي جت ورانا من الحمول، وبشكر اللعيبه دي كلها على المجهود اللي طول السنه احنا من شهر 10 واحنا بنتمرن، والحمد لله احنا من اول الاسبوع الخامس واحنا الاول لغايه دلوقتي، الحمد لله والشكر لله. الف حمد والف شكر يا رب، الحمد لله والشكر لله. شكرا يا كابتن. السعيد كابتن فرقه الحمول النهارده، مبروك اقتراب من الصعود، تقولي عن مباراه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. الاول النهارده الماتش كان صعب جدا، وطول الموسم طول الموسم من اول الموسم واحنا مركزين ماتش بماتش اللي احنا نصعد، وان شاء الله ربنا ما يضيعش تعب حد، وان شاء الله كلنا كنا مركزين من اول الجون للفرود، كلنا 18 لعيب بمجلس اداره بالنادي كله مركز معانا من اول السنه على الصعود باذن الله، وان شاء الله باذن الله فاضل ماتشين وربنا يكرم ان شاء الله ونصعدوا. لاعب الحمول مبروك النهارده، ده مشرف ونتيجه كويسه، تقول عن مباراه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا يعني بنشكر ربنا الحمد لله على المكسب والاداء الحمد لله النهارده، واحنا والله ده تعب جهاز فني ولاعيبه من اول الموسم الحمد لله، وربنا ما يدعش تعب اي حد ان شاء الله، واحنا كنا بادئين من بدايه الموسم ناويين على الصعود ان شاء الله، وربنا كرمنا النهارده الحمد لله ب3 بونت والصعود ان شاء الله. ان شاء الله. محمد العسوي عضو مجلس اداره نادي الحمول، مبروك النهارده اقتراب من الصعود، تقول عن مباراه النهارده؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تقول عن مباراه النهارده؟ والله احنا لعبنا ماتش كويس والحمد لله الحمد لله. شكرا يا نور، رئيس رابطه مشجعي نادي الحمول، مبروك النهارده، ده مشرف، تقول عن مباراه مبروك لينا ومبروك ليكم ومبروك لمصر كلها ومبروك لكفر الشيخ صعود الحمول، مش اول مره ومش جديده علينا الصعود، الحمد لله احنا كل سنه بننزل وبنصعد والحمد لله، وبنشكر ربنا وبنشكر الفرقه ولاعيبه ومجلس اداره بيلا على حسن استقبالهم لينا وجمهور بيلا، وبنشجع الناس كلها وبنحيي الناس كلها وبنحيي الاستاذ ناصر زيدان اللي منورنا منور الدنيا كلها وقمر بلدنا، اللي بجد يعني بنشوف الدرجه الثالثه على التلفزيون كاننا بنشوف اهلي وزمالك واسماعيلي، ومبروك على مصر كلها، مبروك على مصر كلها يا كابتن. شكرا.